يا رب أنت اللطيف ونبيك شريف وعبدك ضعيف، وهل ضعيف بين الكريمين يحرم. سيدي يا رسول الله، سيدي يا ابن عبد الله، وأجمل منك لم ترى قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كيفما تشاء. والله ما غربت شمس ولا أشرقت إلا وحبك مكرور بأنفاسي، ولا هممت لشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولا جلست بين قومي أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. أيها السادة الكرام، والليلة مليئة بالنفحات، نشهد الله عز وجل للحجة السميحة، كانت نعم الزوجة لزوجها، ونعم الأم لأبنائها، ونعم الجدة كانت تكرم الضيف رحمة الله عليها. أسأل المولى في عليائه أن يجعل صبرها على مرضها في ميزان حسناتها، وأن يجعل هذه الليلة أسعد الليالي عليها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا مرة أخرى لتعيش القلوب مع كلام الله عز وجل. من حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن اهتدى به هدي إلى صراط مستقيم. هيا بنا لتعيش القلوب وتضطرب الآذان مع ذلكم العلم القرآني الكبير وفخر قراء جمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الباسط برعي، القارئ والمقيم بالمهدية، مركز ومدينته هي بمحافظة الشرقية. أيها السادة، هيا بنا لنستمع لشيخنا آيات بينات يتلوه علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الباسط برعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن
الكبر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه
وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام تلا علينا بإحكام علم الأعلام فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الباسط بوراي، القارئ والمقيم بقرية المهدية مركز ومدينته هي بمحافظة الشرقية. تقدم بأسمى معالي الشكر والتقدير إلى السادة الحضور، كل واحد باسمه أتى مشاركا واجب العزاء من القرى المجاورة إلى عموم عائلات أبو سلاية وعائلات أبو خليل بالمهدية، وعلى رأسهم معالي النائب المنتظر بمشيئة الله تعالى أستاذ محمد متولي واكد علم الواجب، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعل سعيكم في ميزان حسناتكم، وألا يراكم الله مكروها في عزيز لديكم في هذا اللقاء الذي زين وجمل بكبرى مخازن الفراشة والإنارة عميد اللآلئ والأنوار مهندس رمضان أبو جودة والمقيم بالمهدية، الهندسة الإذاعية والمتنقلة بربوع محافظة الجمهورية تحت قيادة الباشمهندس أحمد لطفي العطار والمقيم بمدينته هي الخدمات الفندقية والمتنقلة عبر المحافظات، إدارة المتر العالمي شام الشرقاوي والمقيم بالمهدية، هندسة الهواء والتصوير ترونها كل يوم وليلة تحت قيادة الكابتن محمد حفني عامر والمقيم بالشبراوي. شكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم. جئنا مشاركين أصحاب الواجب عائلات أبو سلاية وأبو خليل بالمهدية، جئنا مشاركين زوج الراحلة الكريمة الحج عبد الرحمن أبو سلاية، خلص العزاء إلى أشقائها الأكرمين الحج محمد عبد الرحمن أبو سلاية، أستاذ محمود عبد الرحمن أبو سلاية، خلص العزاء إلى عم الحج عبد العظيم محمد خليل، خلص العزاء إلى أسرة الحج عبد محمد خليل والحج صبري محمد خليل، خلص العزاء إلى أسرة المرحوم عم الحج خليل محمد خليل، خلص العزاء إلى النسب والصهر الأستاذ العربي عبد العزيز، خلص العزاء إلى عم الحج جمال محمد عبد المجيد، خلص العزاء إلى عم الحج محسن أبو سلاية، خلص العزاء الحج حسنين أبو سلاية، وإلى الأخ الحبيب الأستاذ وائل عبد خليل، وإلى عموم أسرة وعائلات أبو سلاية وأبو خليل بالمهدية. يشكرون حضراتكم ويقول لكم شكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، والبقاء لله.